كده خلصنا، كتبنا كل الكشاكيل واللبس كمان ومستلزمات المكتبة كلها كده تمام. اما يجي مصطفى بقى وريله الورقة عشان نشوف هنجيب لهم ايه. يا نوران، ايه يا مصطفى؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. كنت قاعدة الحمد لله. مستنياك. ايه في حاجه ولا ايه؟ كتبت لك ورقة بطلبات اللبس بتاع المدرسة والحاجات اللي محتاجينها للمدرسة ما احنا لسه جايبين السنه اللي فاتت وانا ما تلبسوا لهم. ايه اللي جرى يعني في اللبس؟ ايه اللي السنة اللي فاتت ده؟ كمان محمد محتاج كوتشي للتمرين، ده لسه كمان غير فلوس الكتب. طب انا مرتبي يا نوران يا دوبك اكل وشرب، هينفع نجيب اللي انت بتقول عليه دوت؟ طب والعيالة تروح المدرسة بايه؟ دول باللبس اللي بتاع السنه اللي فاتت. ايه اللي جرى فيه يعني؟ لبس ولسه جديد زي ما هو. لبس ايه بتاع السنة اللي فاتت؟ ما محمد كبر يا مصطفى، لبسه صغر عليه وما زال لبسه ما ينفعش يا يتلبس، نوران خلاص انا ما لسه بقاش جاي من ينفع. الشغل تعبان اساسا يعني. حبكت تقولي لي الكلام ده حتى دلوقتي؟ يعني هو ينفع تقولي في مرتب يا دوب يكفي اكل وشرب؟ يعني هي مسؤولية العيال علينا ان احنا ناكلهم ونشربهم بس؟ مش من حقهم ان هم ليهم لبس يتعبوا يكشفوا يفرحوا ينزلوا ما يخرجوا؟ تحاولي تدبري نفسك، مشي امورك. ايه المشكله يعني لما اللبس اللي بتاع السنه اللي فاتت لبس السنه دي؟ طالما كويس ما فيهوش اي حاجه. دبري امورك ومشي حالك عشان خاطر مرتبنا مش هيساعد ده اكيد كله. لو انا شايفه ان اللبس هينفع يتلبس السنه دي مش كنتش هطلب منك. ما انا لو معايا مش هاخر عليهم، يا دوبك المرتب بيبقى اكل وشرب وبس. لا اله الا الله. شوفي يا نوران بقى تعملي ايه واعملي ايه. يا مصطفى انت يا مصطفى فين يا نوران؟ هو ايه اللي يا نورهان؟ هفضل الف وراك في الشقه كلها؟ عملت ايه يا مصطفى في الموضوع اللي بقالي قد كده عماله اكلمك فيه؟ عملت ايه؟ طب انا قلت لك ظروفي ماشيه ازاي، انا اعمل ايه انا اكتر من كده يعني؟ غصب عني يعني. اعمل ايه؟ انا فاهمه اللي انت بتقوله ده، انا فاهمه ظروفك ومقدراها. انت كده مش مقدراها عشان عارفه ايه اللي راح وايه اللي جاي. انا مش مقدراها، يبقى انا المفروض عشان اقدرها اروح المدرسه اقول لهم معلش اصل ابوهم ظروفه وحشه اجلوا السنه دي شويه كمان. طب انا في ايدي ايه اعمله؟ انت اللي المفروض تتصرف ولا انا؟ طيب لا اله الا الله. ماما هو انت مش هتجيبي لي لبس جديد زي اصحابي؟ وانا عايز شنطه ولبس جديد. اهو اتفضل. حتى العيال بيطلبوا ببقهم، يبقى انت بتكلمني انا ان انا استحمل؟ يعني انا في ايدي ايه؟ محمد انت ومازن يا محمد حاولوا تستحملوني شويه، انا ظروفي مش سامحه دلوقتي. هو ده الناس كده هتضحكوا عليا يا بابا ان انا معيش لبس جديد. لا اله الا الله. انا مش عارف الاقيها منين ولا منين يا رب. استغفر الله العظيم. انا رايح الشغل، انا رايح الشغل. تعالى يا حبيبي معلش، ربنا يسهل وهنجيب لكم اللي انتوا عايزينه. انت جيت؟ ايوه الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بص يا مصطفى، انا مش ينفع اودي العيال المدرسة بالمنظر ده، مش ينفع اوديهم ان هم يبقوا اقل من حد، فطالما انت مش عارف تتصرف هتصرف انا. تتصرف ازاي؟ انا هتعملي ايه يعني؟ انا المسؤول هنا وانا الراجل البيت هنا، انا اللي اتصرف مش انت. ماشي، انا مش هستلف حاجة من حد، انا لو اضطريت هبيع الخاتم بتاعي واجيب لهم حاجاتهم اللي هم محتاجينها ومستلزمات مدرستهم، وبعد كده خلاص يبقى ربنا يسهل. لكن مش هينفع اخلي حد يبص لهم بس تضايقهم ولا يحسوا ان هم اقل من حد تاني. انا والله غصب عني، انا غصب عني. الظروف ضيقه معايا خالص، اعمل ايه؟ كل حاجه ضغط عليا جامد. طب وانت ليه بتكلمني كأن انا كمان ضغط عليك؟ يعني انا قلت لك ايه؟ انا بقول لك انا يا هتصرف. شيخه هو انت مفيش الا كل مره القرف اللي انت بتقوليه دوت؟ كل مره تعيدي وتزيدي في الموضوع دوت؟ مفيش غير الموضوع ده كل ما اجي تكلميني فيه؟ ده يعني مش عيشه دي يعني. ما انا المفروض اكلم مين يا مصطفى؟ اروح اكلم الناس اللي في الشارع؟ لا ده مش طريقه خالص ولا عيشه خالص، كل مره تتكلميني في نفس الموضوع كل مره. استغفر الله العظيم يا رب. انا قلت له ايه ده؟ انا بقول انا هتصرف، بقول انا مقدره ظروفك اللي عيشتك تقرف. استغفر الله العظيم يا رب. معلش انا ما تزعليش مني يا نوران ان انا صوتي عالي عليكي.
بس انا غصب عني، ظروفي ضيقه وغصب عني، وكذا حاجه ضغط على اعصابي وتفكيري، مش بايدي حاجه. صوتي عالي عليكي غصب عني من الضغوطات اللي عليا. وانا والله يا مصطفى مش قصدي ان انا اضغط عليك ولا احملك فوق طاقتك، بس انا كمان مغصوبة عشان خاطر دول عيالنا ومحتاجين لبسهم وحاجتهم زيهم زي اي حد. مش عايزاهم يحسوا ان هم عندهم حاجة انقص من غيرهم، او ان هم معرفوش يجيبوا حاجة اصحابهم جايبينها، او ان هم اقل من حد. انا مش عايزاهم يحسوا بس بالنقص، دول امانة في رقبتنا ربنا مديهم لنا عشان خاطر نجيب لهم احتياجاتهم. انا ان شاء الله اشوف شغل تاني باذن الله، واحاول اجيب اللي ناقص لهم باذن الله. ادعي لي بس كده ربنا يوسعها عليا ان شاء الله، وانزل بس حاجه اضافيه كده اهوت، واجيب لهم كل اللي نفسهم فيه يا رب ان شاء الله، ما تشيلش هم، وانا كمان هساعدك على قد ما اقدر باذن الله. لومني وازعل مني لو انا بطلب حاجه ليا او حاجه للبيت، او انا بطلب حاجه مثلا ينفع ان هي تتاجل، لكن انا والله العظيم غصب عني. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. شكرا يا ماما ان انت هتجيب لنا حاجات زي اصحابنا. عفوا يا حبيبي. ماما تجيب لنا حاجات جديدة زي اصحابي. يا حبيبي اجيب لك ان حاجه شاء الله جديدة نجيب زي كل حاجه جديده، ونروح المدرسه بشنطه جديده ولبس جديد باذن الله. ماشي؟ مبسوطين؟ ماشي حبيبي.